وكان بيتكلم إلى شبكة سوفوت الفرنسية وبيقول: صحيح إن كلير فونتين في فرنسا واحدة من أهم المراكز على مستوى العالم، لكني لما وصلت للمغرب اتفرجت على المركز ده وهو مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قال: الملاعب، الفريق الطبي، المسبح، المطعم أفضل ب5 مرات من كلير فونتين. وكان بيتكلم إلى شبكة سوفوت الفرنسية وبيقول: صحيح إن كلير فونتين في فرنسا واحدة من أهم المراكز على مستوى العالم، لكني لما وصلت للمغرب اتفرجت على المركز ده وهو مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قال: الملاعب، الفريق الطبي، المسبح، المطعم أفضل ب5 مرات من كلير فونتين. اللي احنا شفناه دي كانت تصريحات كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية. استكمالا للتصريحات اللي موجودة معانا، قال كارلو أنشيلوتي بعد ما وجه ليه سؤال عن إقامة ريال مدريد، قال حاجة مهمة جدا. قال: أنا بتمنى التتويج على أرض المغرب، العاصمة المغربية مدينة جميلة جدا، وجودة التجهيزات ومرافق التدريب الموضوعة تستحق الإشادة. دي تصريحات كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة الهلال، وده استكمالا للقصة اللي قلناها من شوية على بيريز وعلى ريال مدريد وكيف تستقطب الجمهور المغربي. ده كلام أنشيلوتي. كلام أنشيلوتي يقودنا بقى للحديث عن اللي هو قاله عن المرافق الموضوعة في المغرب التي كانت جاهزة لاستقبال كارلو أنشيلوتي وريال مدريد ولاستقبال العالم كله بشكل عام. فتعالوا نشوف القصة تفصيليا. البداية كانت انه استعداد المغرب لكأس العالم، كأس العالم مش للأندية بس، كان هناك خطة موضوعة في الناحية الثانية انه ازاي البلد دي تبدأ تقوم في مسألة البنية التحتية بخلاف مجمع محمد السادس اللي جاي له بعد شوية. لكن ازاي البلد دي تقوم؟ فتعالوا نبص مع بعض ونشوف تفاصيل شديدة الأهمية بالنسبة لكل الجماهير المغربية ولكل الجمهور العربي اللي عايز يتعلم من المغرب. نبص مع بعض. قبل المونديال تم رصد 65 مليون دولار لتطوير ملعب الأمير مولاي عبد الله. الحكومة حددت 23 مليون دولار لإصلاح مرافق ملعب الرباط في ميزانية السنة دي، و42 300 ألف دولار لحدود سنة 2024. كل ده ليه؟ علشان احتضان نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 الجاية هي المهمة جدا. الشركة المكلفة بإصلاحات المجمع الرياضي بالرباط قفلت الموضوع كليا، أغلقت الملعب والمجمع بالكامل. ليه بقى؟ بص على الفقرة اللي تحت. الإصلاحات تشمل البوابات المخصصة للتذاكر الإلكترونية بجانب العديد من التجهيزات المتطورة. أولها إيه؟ كاميرات المراقبة الحديثة اللي قادرة تمسح محيط الملعب وإشعار رجال الأمن بأي تحركات غير طبيعية من قبل الجماهير في إطار المقاربة الاستباقية لمكافحة الشغب. أوبا، هنا الكلام يحلو. ليه؟ لأنك مش بس بتقوم بنية تحتية، أنت هنا قفلت مجمع علشان تقدر تحدد عنصر الأمن والأمان بدقة. لا عندك مشكلة إن حد في الجمهور يعمل حاجة، إن حد يشتم حد، كله متراقب وكله هيتجاب. كله هيتجاب. فطورت بنية تحتية ودفعت فلوس، ثم جهزت كاميراتك واجهزتك الامنيه على اعلى مستوى علشان الامور تبقى جاهزه بنسبه 100%. نخش بقى على اللي بعديه. موقع افريكا فانس زون كان بيتكلم على مشروع مغربي ما كانش موجود في الخطه قبل كاس العالم. اللي فات ده كله كان قبل كاس العالم، لكن اللي جايه دي بعد النجاح المذهل للمغرب في كاس العالم اللي كان موجود وتحقيق مركز ما كانش المغاربه يحلموا بيه، وبالتالي دي نقطه مهمه جدا جدا. نبص مع بعض. المغرب بتستعد لتجسيد مشروع الملعب الكبير بمدينة الدار البيضاء بسعة 93,000 مشجع في عام 2025. كان في أسباب تقنية وعقارية أدت أن الملعب ده ما يظهرش للنور، لكن كان هناك اتفاق أخيرا على إطلاق المشروع واستكمال الملعب ليكون المعقل الجديد للمنتخب المغربي في قادم المواعيد. فانت عملت بنية تحتية وظبطت امورك الامنية تمام، والثالثة انك عملت ملعب يحتضن مباريات المنتخب المغربي، فانت كده جاهز لاي حاجة في الدنيا. نروح بقى للحتة اللي تذهل العالم، وده اللي اتكلمنا عنه كتير جدا جدا، وهو مجمع محمد السادس. وكالة الانباء الاسبانية
امبارح راحت بكاميرات خاصة إلى مجمع محمد السادس علشان تعمل تقرير خاص إنه ليه الناس كلها شايفة إن المكان ده هو أفضل مكان في العالم، والناس بتقول إيه عليه. فتعالوا نشوف اللي توصلوا له في هذه القصة. يلا بينا. لقاء خاص مع حسن الخربوش مدير مجمع محمد السادس. بيقول إيه؟ بيقول ان انا عارف كلير فونتين ده المركز الوطني لكرة القدم الفرنسية، هي اكاديمية كبيرة جدا جدا، واحدة من افضل المراكز في العالم، والمكان ده يا جماعة طلع كل نجوم الكرة الفرنسية على مر التاريخ. كلير فونتين واحد من اهم المراكز الموجودة على مستوى العالم. بيضيف على ده بيقول احنا عندنا اكثر حداثة تكنولوجية، مش من قبيل المصادفة ان ريال مدريد موجود هنا. احنا عندنا بنية تحتية استثنائية. قد تكون التصريحات دي تصريحات شوية شهادتها مجروحة، لان الراجل ده هو مدير المجمع، فوكالة الانباء الاسبانية بتعمل التقرير راحت لحد شهادته مش مجروحة. الحديث كان بعد كده مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي اللي قاد المغرب لكأس العالم لكنه لم يشارك، وكان بيتكلم إلى شبكة سوفوت الفرنسية وبيقول صحيح إن كلير فونتين في فرنسا واحدة من أهم المراكز على مستوى العالم، لكني لما وصلت للمغرب اتفرجت على المركز ده وهو مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قال الملاعب، الفريق الطبي، المسبح، المطعم أفضل ب5 مرات من كلير فونتين. يعني الراجل نفسه اتكلم على المركز ده انه افضل بكتير من اعظم مركز موجود في اوروبا. ادي التانية. التالتة بقى انه الرجراجي كان في زيارة كارلو انشيلوتي اثناء وجوده مع ريال مدريد، وتبادلوا الحديث والكلمات الجميلة وكل هذه الامور. والرجراجي كان واحد من الناس اللي بتستمتع بالتواجد في هذا المجمع. التقرير في اخر فقرة كان بيوصف المشهد، يعني اللي موجود جوه المجمع ده بيحس بايه. فتعالوا نشوف اخر فقره كانت موجوده في هذا التقرير في الحديث بقى عن الحياه بشكل عام. نبص مع بعض. على بعد امتار قليله الفقره الثانيه من كارلو انشيلوتي ومن الرجراجي، لا يمكن سماع سوى زقزقه الطيور، صيحات الديوك في الازقه الخضراء، حتى صناديق القمامه مجهزه بشواحن الذاكره المحموله USB وأجهزة استشعار للطاقة الشمسية. لا يمكن أن تكون الأجواء أكثر هدوءا في ضواحي غابة المعمورة التي تعتبر أكبر غابة بلوط الفلين في العالم. وكالة الأنباء الإسبانية عملت تقرير عن هذا الأمر، والحقيقة إن الكلام ده هو مدعاة للفخر أكتر إنه المغرب مش بس على الصعيد الإفريقي بل إنه على الصعيد العالمي قدرت تعمل حاجة يرفع ليها القبعة. فربنا يديم نجاحات المغرب سواء من حيث التنظيم أو من حيث الإبهار الخاص بالعالم كله.